في أواخر القرن الثالث الميلادي. حينها كانت مصر ولاية رومانية وتعرف باسم إيجيبتوس، في زمن كانت تعيش فيه جنسيات شتى وثقافات مختلفة وديانات متعددة، حتى صار بينهم الصراع أمراً حتمياً. وأصبح الكل يسعى للنجاة، ويبحث عن الخلاص. لن نسمح لأحد بتهديد أمن واستقرار الإمبراطورية الرومانية، أو أن يعبث بديننا وآلهتنا المجيدة. سفر دائم من أجل المعرفة والحكمة، من أجل الحقيقة واليقين. على الفيلسوف أن يطرح الأسئلة ويغرق في متاهة الإجابات. سأعيش وأموت لأجل أهلي وبني قومي، مهما طال التيه والشتات سيجمعنا الرب يوما ما على أرضه الموعودة. جمالي هو رأس مالي، وجسدي هو قوت يومي. أقدم المتعة للأوغاد والسكارى، وأبيع الهوى لمن هوى. أنا رجل مسالم وقنوع، أحب آلهتي وأغار على ديني. حياتي بسيطة وراضي بها، لا أطمع ولا أطمح في شيء. أنا بطرس المسكين، أخدم الكنيسة وشعب المسيح. أمشي سواحاً في البراري والصحاري، بحثاً عن ونس الرب وملكوته، وحباً في الخلاص. 6 شخوص يحكون الرواية، وحكاياتهم مرايا تعكس أوجه الحقيقة. مرايا إيجيبتوس.